السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالى اعمل لكم طريقة جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. نسمي الله، صلى على رسول الله. معايا 5 دبابيس، اللي موجود عندك هيمشي حبيبتي. ومعايا بطاطس بتاع كيلو بطاطس كده مسلوقة، انا سلقاها. همسك كده هرسها بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. اقطعها الاول كده بالمعلقة، هرسها جامد كده حبايبي لحد ما اخليها ناعمة خالص. وكده انا كده هرستها زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وهجيب بقى كده طبق وهنزل البطاطس اللي معايا. الدبابيس دي برضو انا مسوياها. هشيل بقى الجلد اللي عليها كده، واقطع كل اللحم بتاعها كده، اقطعها كده بعد ما اطلع طبعا الجلد منها، وهضيفها على البطاطس. هشيل كل كده البطاطس اهي. وانا شلت بقى طبعا كل الدبابيس اللي موجودة، شلت كل اللحم اللي عليها ونزلتها على البطاطس. وطبعا العظم بتاعها انا مش هرميه عشان هستخدمه. هجيب بقى بضاية وانزلها كده. ومعايا بقى التوابل، معايا بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وكمون وفلفل اسود وقرفة. وحطيت الملح. ومعايا بقى جبنة موتزاريلا، عايزة تستغنى عنها مفيش اي مشاكل. واقلب كل المكونات دي كده مع بعض. طريقة جميلة جدا هتعجبكم يا حبايبي، بس جربوها. كده انا عجنتها زي ما انتوا شايفين كده، وقلبت كل المكونات مع بعضها. هجيب بقى العضمية كده بتاع الدبوس، وهمسك كده اكور واحطها بالطريقة دي. يعني رجعناها دبوس تاني بس بالخلطة الجميلة اللي احنا عملناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلصتهم. طبعا اللحم بتاع الدبابيس مع البطاطس الاتنين مع بعض عملوا معايا كمية كبيرة. فاض معايا كده بقى هنعمل منهم هنعمل منهم اقراص كده حلوة اهي. هنسويها كده زي القرص بتاع الطعمية بالظبط. عملوا معايا كمية كتيرة زي ما انتوا شايفين كده. طريقة تحفة والله، تحفة وجميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. هجيب بقى بتاع كوبايتين من الدقيق، واحط بقى التوابل. معايا هنا معلقة من الكركم، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من البصل بودر والثوم بودر. ومعايا هنا كمون على فلفل اسود. واقلب المكونات دي كده مع بعض. الخلطة دي طبعا اللي هنزل فيها الدبابيس. وحطيت بقى رشة من الملح، واقلب كويس كده. واجيب بقى بيضتين واضيف عليها فلفل اسود، واقلب المكونات كده مع بعض، اقلب كويس. واجيب بقى الدقيق والبيض، حطيت طبعا رشة ملح على البيض. وكده قدامي الدقيق وقدامي البيض. هجيب بقى الدبابيس معايا كده بالخلطة الجميلة اللي احنا عملناها دي. هنزل كده بالدقيق واغلفها كويس، وانزل بالبيض واغلفها برضو كده، وارجع برضو بالدقيق. وبقى عندي بقى حلة او حاجة غويطة كده، احط فيها زيت واحطها على النار. لازم يبقى الزيت غزير عشان ابقى انزلها برضو انزل احمر طبعا. ابدا اقلي او احمر الوصفة اللي معايا. وبرضو همسك برضو نفس الاقراص الجميلة اللي عملناها دي، ونعملها بنفس الطريقة كده. الزيت سخن وزيت غزير، وانزل كده حبايبي ابدا بقى احمر فيها. اقلبها كده تاخد اللون الجميل ده، واقلبها اهي. شايفين الجمال؟ كده انا خلصتهم كلهم وحمرتهم. طريقة جميلة جدا هتعجبكم. يا ريت اللي بيشوفني لحد كده من مطبخ ام محمد متنسوش اللايك والشير، وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين بتقرمش على فكرة وطرية من جوه، يعني من بره بتقرمش ومن جوه طرية. طريقة جميلة قوي وتعجبكم يا حبايبي، وبألف هنا وشفا.
واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.